ستارت اب ولا كوربريت؟ السؤال اللي بيشغل بال ناس كتير، خصوصا لو لسه متخرجين. النهارده انا هقول لك على مزايا وعيوب كل واحده فيهم، وانت اختار اللي يناسبك. بالنسبه للستارت اب، هي شركه جديده وفي الغالب صغيره وعدد موظفينها محدود. لما بتدخل بتشتغل على مهام كتيره وفي الغالب متنوعه، وبتقابلك مشاكل كتيره، ودي في حد ذاتها ميزة، لأنك بتتعرض إنك تتعلم بالطريقة الصعبة، لأنك اللي هتتعلمه جوه استحالة هتنساه بعدين. الستارت اب فيها ميزة إنك منك للإدارة على طول، اللي بتتلخص في صاحب الشركة، ودي في حد ذاتها ميزة وعيب، لأنك لو عملت حاجة كويسة اتأكد إن هي هتوصل على طول، ولو عملت حاجة مش كويسة برضه هتسمع على طول. في الستارت اب علشان تحقق كل المهام المطلوبة منك بتحتاج تتعلم حاجات كتيرة، ودي المفروض ان هي ميزة. لكن العيب اللي هيواجهك انك مش دايما هتلاقي اللي تتعلم منه، وده هيخليك يكون عندك سيلف ديفلوبمنت اعلى بكتير. بالنسبة للكوربت، هي شركة حجمها اكبر وعدد موظفينها اكتر، القوانين فيها بتكون واضحة اكتر ومنظمة اكتر، بيكون ليك مهام واضحة ومحددة، وفي الغالب بتكون محدودة. من ضمن الميزات اللي فيها انك اكيد هتلاقي اللي تستلم منه وتتعلم منه، واكيد المزايا المادية احسن، وبيكون ليها التقل في السي في اكتر بكتير، لانك بتعدي على مراحل كتيرة قوي في الهايرنج بتثبت قد ايه انت شخص مميز. لكن ما ينفعش ننكر دور التحديات اللي بتواجهنا في الستارت اب، اللي بتطلع مننا مواهب عمرنا ما نتخيل ان هي جوانا. لو حسيت انك استفدت، ما توقفش الاستفادة عندك، واعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد.